السلام عليكم. اليوم عندنا خبر مهم بزاف كيهم جماهير الوداد الرياضي، واللي خلى بزاف ديال الناس يتفاجئوا. نادي الوداد قرر بشكل رسمي ينهي العلاقة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد فترة قصيرة بزاف ديال التدريب ديالو، واللي ما كانتش ناجحة نهائياً. كارتيرون اللي تعين غير في مارس 2026 ما قدرش يحقق حتى شي فوز مع الفريق، بحيث لعب تقريباً 5 مباريات بلا حتى انتصار، غير تعادلات وخسارات. وهذا الشيء خلى الضغط يكبر عليه من الجماهير وحتى من إدارة النادي. وزيد على هذا الشيء، الفريق عاش سلسلة نتائج سلبية وخروج من المنافسات، الشيء اللي خلى الوضعية تزيد تعقد، خصوصاً مع الغضب ديال الجمهور الودادي اللي كان باغي نتائج في المستوى ديال تاريخ النادي. وهنا إدارة الوداد قررت تدير تغيير جذري وتختار حل من داخل البيت، وفعلاً تم تعيين محمد بن شريفة كمدرب جديد للفريق الأول. بن شريفة ماشي وجه جديد على الوداد، بالعكس هذا واحد من أبناء النادي، لعب فيه لسنوات وكان حتى مدرب مساعد من قبل، وكيعرف مزيان الأجواء ديال الفريق. الهدف من هذا القرار هو إعادة التوازن للفريق، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومع بن شريفة جاء حتى طاقم تقني مغربي كامل، فيه أسماء بحال يوسف أشامي كمساعد، ودريس واجو كمعيد بدني، وطارق الجرمني مدرب الحراس، باش يكون الانسجام أكثر داخل الفريق.